أهلا بكم في هالونج باي فيتنام. يعتبر من العجائب الطبيعية ومن ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي. مكان سحري بخليط من الجزر الرائعة اللي طالع من وسط المية بشكل مذهل. والحاجة الجميلة اللي فيها إنك تقدر تحجز هناك زي سفن كروز تقضي فيها ليلة ليلتين 3 أو أكتر وسط مئات الجزر دي. تعالوا معانا وشوفوا احنا قضينا الرحلة دي ازاي. الرحلة بتبتدي من العاصمة هانوي اللي بتبعد عن هالونج باي حوالي ساعتين. احنا حجزنا سفينة 5 نجوم لمدة يومين بليلة all inclusive، وانت بتحجز بتكتب اسم الاوتيل اللي انت مقيم فيه عشان يبعتولك اتوبيس ياخدك من الاوتيل ويرجعك تاني. وده اللي حصل فعلا، الاتوبيس جه قدام باب الاوتيل اخدنا واتحركنا على هناك. الطريق بياخد حوالي ساعتين، وفي نص الطريق بيبقى فيه زي بريك كده عشان لو عايز تجيب حاجة تشربها تاكلها او تنفعهم بأي حاجة وخلاص. لقينا جوه معرض فيه لوح جميلة بشغل يدوي زي ما انتوا شايفين بكل الاشكال والالوان على الفن الفيتنامي. وطبعا اللوح دي بتكلف ملايين يعني ببلاش. How much this? The price on the bike. Not the same price. 19 million. دي ب4 مليون بس. وصلنا اخيرا. ودلوقتي بعد ما نزلنا من الباص بندخل كده مكان بيعملوا بس كنترول على ان كل حاجة الحجوزات جاهزة، وانه بيدي لكل واحد الأوضة بتاعته اول ما يوصل. بعد كده بنستنى مركبة صغيرة هتاخدنا وتودينا بقى لغاية الكروز شيب الكبير. هلو. Sentiment to Halong Bay Heritage. First, on behalf of my team, the exclusive, I want to say thank you very much for choosing and booking us for this journey. مشروب الاستقبال نجربه. ده مشروب الاستقبال، بس واضح ان انا لسه ما جيتش. ماشي الحال ماشي الحال. مش عارف وزعوا علينا صباع حشيش ملفوف كده، يقول لك تسقيه في بتاع ونجرب. عامل زي المحشي ورق عنب يعني، بس هما لافينه مش عارف ده ايه. عيش رز. طبعا ما يجيبش اي حاجه لورق العنب ده. Noodles roll. هو نودلز رز. Summer roll. سمر رز. ايه الهدوء ده؟ الدنيا هاديه. طبيعة فظيعة، طبيعة فظيعة. احنا دلوقتي وسط آلافات الجزر والصخور، والجو جميل جدا وحر جدا. بص المنظر، مش AI مش AI. عارف حاطين كده ايه لمض العيد.
بص الجبل ده ايه ده؟ لا يا جماعة مكان للخلوة. تقعد كده سيبك من اي حاجة، متفكرش في اي حاجة، تيجي هنا وتعالوا بقى نوريكم الأوضة اللي استلمناها والفيو بتاعها. Do you have سجاير كليوباترا؟ اللي انتوا شايفينه ده دي مش صورة ده بجد، يعني المنظر ده حقيقي وانا واقف قدامه دلوقتي بعد غروب الشمس الجميل، والواحد كده استريح كده وخد شوية طاقة. هنا بيقولوا ان في حوالي 500 ل 600 مركبة سياحية بتقف هنا يوميا من 500 ل 600، ده رقم كتير جدا. لكن وانت راسي هنا في المية وبتبص حواليك هتلاقي مفيش مثلا غير مثلا بكتير 10 كده هتلاقيهم حواليك، لان المكان كبير جدا. وهنا زي ما بقول لكم الاكتيفيتيز ورا بعض، يعني من ده لده لده، يعني البرنامج فعلا معمول ورا بعضه كده. ان انت بس انت طبعا انت مش لازم تعمل اي حاجه منهم، انت ممكن تقعد كده في البلكونه وتجيب لك كوبايه قهوه وتتفرج على المنظر ده، وده كفايه عليك. احنا سامعينهم دلوقتي ان هم ابتدوا يدوا تنبيهات ان هيبتدوا، فهنتابعكم كده واحده واحده واتفرجوا معانا ايه اللي احنا هنشوفه فوق دلوقتي. Start at the corner, that's correct. Keep the rolling. First, 1, 2, 3 times. Alright, and you stop. Pero esto ya sí. ¿Quieres aceitunas negras? Xin chào tất cả mọi người. إنها تقول يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة Việt Nam وتفعلوا الجرس الله يخليكوا، وتسندوا الشاب ده عشان غلبان. ونتمنى الفيديو يكون عجبكم، وكفاية كده عشان اتكسفت. أول حاجة في برنامج اليوم التاني هو اليوجا، بس فكرت كتير أعرضه لكم ولا بلاش. صباح الخير يا جماعة. وده كان اليوجا الصباحية اللي بتحصل هنا في المكان دوت. على فكرة واحنا واقفين بنعدي على مراكب تانية، كل سطح مركب عليه نفس الحصة، حصة يوجا، والناس واقفة بتعمل الحركات دي.
كان منظر جميل واحنا واقفين وشايفين ان احنا ايه، مش الناس الهبله الوحيده اللي بتعمل الموضوع ده. وبنصحكم طبعا اللي انا عملته ما تقلدوش. يعني هي كانت بتعمل حاجه وانا المفروض ان انا متخيل ان انا بعمل زيها، بس ما كانش كوبي بيست خالص، فما تقلدوش الحركه اللي انا عملتها خالص. ماشي؟ بس شوف بقى، طول ما انت واقف من اي حته منظر جميل في كل حته حواليك 360 درجه فعلا مهما بصيت فين. بص مش عارف بعد ما خلصنا مع الست بتاعت اليوجا، لانها فجأة قاعدة لوحدها وبتعمل كده. مش عارف هي بتعيط ولا بتتشحتف ولا ايه بالظبط، بس واضح ان ده روتين الحزن. روتين الحزن. اهي ابتدت تلطم كمان دلوقتي اهو، وده جوزها باين اللي هو خانها، فهي شافته ابتدت تلطم اكتر اهو زي ما انتوا شايفين كده. يا لهوي، انا اللي جبته لنفسي، انا اللي جبته لنفسي. احنا نحب نقول ان العادة دي طلعت مش عربية، الظاهر طلعت فيتنامية. هي دلوقتي بتحاول تنسى ذاكرتها خالص، عايزة تنسى كل اللي حصل، تمسح ذكرياتها. ابتدت تنف باين ولا ايه. طبعا ده روتين منصحش بيه لأي حد سعيد او فرحان، ده في الحزن بس. هي بتحاول تخلع عينيها دلوقتي عشان مش عايزة تشوف جوزها تاني. احنا دلوقتي بنكايك، اول مرة اعمل كايك. الحقيقة مع الوقت ابتديت اكايك على روحي، بس مش عايز اعرف اي حد في المية يعني على الموضوع ده. المنظر تحفة يا جماعة، المنظر بجد تحفة. بالجبال اللي ورانا دي فظيعة فظيعة. لا، تجربة جميلة، فكروا تعملوها. في واحد معرفش نزل المية وعمال يطلع اصوات غريبة، الحقيقة احنا مش عارفين هو بيعوم ولا بيغرق. الفقرة اللي بعدها ان هم خدونا لمكان مشهور بكهوف قديمة قوي جوه الجبال بشكل مميز، والمكان ده كمان مشهور بنوع من انواع القرود نادر جدا مش موجود غير في المنطقة دي، وبيبقى ده شكلهم، تحس ان هم مدين على ترامب كده. وعشان نوصل للكهوف دي لازم ننزل مكان ونتوزع في مراكب صغيرة عشان نعدي بيها من تحت الكهوف دي، فتعالوا اتفرجوا معانا. دلوقتي داخلين الكهف. الحقيقة مش احنا لوحدينا، احنا في مركبة عربية اشتراك مصري. احنا في خط اماراتي كلنا في تونسي، خطر، كلنا في خطر، مش بس انت. ومعانا الاثنين الغلبانين دول لاجئين. الله يكون في عونهم على يشوفوا بالليل. ممكن نعتبرهم جزائريين ولا اي حاجه علشان يبقى عاطف بخشيش. طب احنا عريانين بلابيس، هنجيب بالليل احنا الفلوس دلوقتي. عندنا ايه التليفون؟ سينج اند وي باي ليتر. والله حياة. يعني دول مع هاني شاكر اللي هناك ده، انا مش فاهم المشهد. دول مبسوطين واحنا هنا معانا واحد. احنا حاسين احنا في عسل ايه.
ساتر لا 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 ما توتريناش لا لا بتقول لك نو انت بتثبتي المركب. انا بخاف منه موت. ماكو هنا مفيش خفافيش، هنا بيبقوا تجار المخدرات. ما تخافي ما تخاف هاي صوت اديني ببص. ما تخاف ما تلاقيش اي خفاش هيخبط فيا انا، مش هيخبط فيك انت. انا ده البس نضاره ما يشوفنيش. تنكري اعملي نفسك خفاش. انا اصلا كان عايزه استخبى مش هقع. انا وقعت. دي نضاره نحله اللي انت لابساها كده هيفتكرك تبعهم. تلوث عندهم تلوث هوائي بالموتور. ودي كانت لقطات من رحلتنا في هالونج باي في فيتنام. نتمنى تكونوا استمتعتوا معانا في الرحلة دي، وإن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد. Bay in Vietnam. So it's very nice to meet you, and I hope you really enjoy the trip. Thank you very much. It's my honor to be met and serve you on this cruise.